على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الفنان أحمد جمال خبر خطوبته من الفنانة فرح الموجي، وده خلى الجمهور يسأل عنها. ونشر أحمد جمال على حسابه في فيسبوك صور من خطوبته على فرح علشان يشارك جمهوره الخبر المميز، وكتب على الصور: حبيت ابتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم، وبشارككم فرحتي النهاردة بخطوبتي أنا وفرح، عقبالكم جميعا. وكان الاحتفال بالخطوبة في أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء، ودي تعتبر الخطوبة التانية لأحمد جمال بعد ما فركش خطوبته الأولى من بنت اسمها ديانا من خارج الوسط الفني. أما فرح الموجي خطيبته الحالية فاسمها كان مألوف لعدد كبير من الجمهور، خصوصا اللي كانوا بيتابعوا برنامج The Voice Kids اللي شاركت فيه فرح سنة 2015 ووصلت لمراحله النهائية كمان. بس اللي كتير ما يعرفوهوش إن فرح بتنتمي لأسرة فنية كبيرة، فهي حفيدة للملحن الكبير محمد الموجي، ووالدها هو المايسترو حمادة الموجي مدير فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، ووالدتها هي لمياء عبد السلام المعيدة السابقة في المعهد العالي للموسيقى العربية. وكل ده خلى فرح تبدأ مسيرتها الغنائية من عمر 9 سنين، واتلمذت على ايد المايسترو سليم سحاب اللي اكتشفها وخلاها تغني في احتفال عيد الأم في دار الأوبرا المصرية، وغنت وقتها أغنية ست الحبايب. وقدمت فرح السنة دي أغنية العيلة اللي كانت تتر مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس. وفرح عندها 24 سنة، وصرحت قبل كده إنها خريجة كلية اللغات والترجمة. ياريت ما تنسوش الاشتراك علشان نتابع الجديد مع بعض.